السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تكوني عايزة تعملي حاجة مغذية اقتصادية سريعة وفي نفس الوقت تشرفك بشكلها وبمكوناتها وريحتها اللي جايبة آخر الدنيا، يبقى هي دي. تسميها بقى صينية التمر، صينية بسكوت التمر، تسميها الكليجة العراقية أو الكليجة السورية، زي ما تسميها. تعالي نعملها بسرعة، من غير بيض، من غير سمن، من غير مكونات، بالحبوب الجميلة اللي فيها دي اللي بتديها منظر وريحة مفيش بعد كده. تعالي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. 3 كوبايات دقيق متعدد الاستخدام، اي نوع دقيق. هنحط عليه ربع كوب سمسم، ايوه. وبعد كده هنحط معلقة كبيرة سكر عادي اللي احنا بنستعمله، ومعلقة كمان صغيرة بيكنج باودر، وذرة ملح، رشة صغيرة كده، وكيس خميرة أو بما يعادل معلقة كبيرة خميرة. اخلطي بقى المكونات دي كده مع بعضها، وبعدين نص كوباية زيت، وزيت عادي خالص، مش هنحط سمنة ولا حاجة. وبعدها نص كوب حليب يكون دافي اللي هو اللبن. اعجني بقى مع المكونات مع بعض، وبعدين هنخلطهم. هتلاقي العجين لسه يابس وناشف. هنخلطهم مع بعض بمية دافية بالتدريج، معلقة في معلقة، لحد ما نلاقي العجينة كلها اتكونت معايا. وبكده نبقى خلصنا كل المكونات وخلصنا العجين. بعد ما وصلنا بقى لحد هنا، تقدري توقفي كده العجين، ويبقى احنا كده خلصنا. في خطوة اختيارية ان انت ممكن تضيفي مكعبين زبدة، ودول براحتك تضيفيهم او ما تضيفيهمش، بس هم بتطري المعجنات وبتديها طعم حلو، وكمان بيزود القيمة الغذائية ليها. وبرضو زي ما قلت لك تقدري ما تضيفيهمش. بعد ما خلصناها بنسيب بقى العجينة ترتاح بالظبط 10 دقايق، مش اكتر من كده، ربع ساعة بالكتير. وتعالي نعمل بقى الحشوة بتاعتها. الحشوة عبارة عن معجون تمر، او اللي هو البلح المتفصص عادي وهرسينه، وبنحط عليه الحبوب الحلوة بتاعتنا، سمسم، حبة البركة، قرفة، ينسون، شمر، اللي عندك حطيه من كل ده، بيبقى ريحة وطعم مفيش بعد كده. كمان بنحط معلقتين زيت عشان يبقى سهل في ايدك وانتي بتشكليه جوه الصينيه، كمان ما ينشفش حتى لو الصينيه دي قعدت معاكي فتره. بعدها بقى خلاص خلصنا التمر، بنركنه على جنب، وناخد العجين بتاعتنا نطلع الهواء اللي فيها ونقسمها جزئين متساويين، عشان احنا هنعملها عباره عن طبقتين في الصينيه. بناخد الجزء الاولاني كده ونجيب كيس بلاستيك كبير او شنطه بلاستيك، وتفتحيها وتفردي العجينه في نص الكيس ده زي ما انت شايفه كده بالظبط. وتحاولي تفرديها بقى، لو الصينيه بتاعتك مدوره تحاولي تخليها مدوره على نفس مقاس الصينيه، ولو هي مستطيله تقدري تعمليها برضو، بس برضو حاولي انها تكون بنفس مقاس الصينيه. وفي المرحله دي لو زادت منك شويه او المقاس او صغر شويه، مفيش مشكله، بنعرف نظبطها تاني على الصينيه. بعد بقى ما بتفرديها وما تخليش السمك بتاعها كبير، لان احنا هنعملها 3 طبقات. فطبعا كده خلصنا اول طبقه، بنبدا نحطها في صينيه بتكون مدهونه بسمنه او مدهونه بزيت، مش بتفرق. لقيتي الطبقه صغيره شويه، طبقه العجين، برضو بتظبطيها على حسب الصينيه، ولو اكبر تقدري تقصي برضو الجزء الزيادة. بعد كده بقى خلاص بتركيني دي، وبتاخدي برضو نفس الكيس بتحطي عليها كمية العجوة او معجون التمر اللي معانا، وبنفرده برضو بنفس مقاس الصينية. وبرضو ما تخليش سمكه يكون كبير، لان هو ده احنا قلنا بيبقى شبه البسكوت شوية، فما بيبقاش سميك قوي. بتبقى تقريبا كل طبقة من العجينة دي أو ومن التمر بتبقى حوالي أقل من نص سنتي. بعد كده بقى بنبدأ نظبطها برضو على الصينية بنفس المقاس كده. وبرضو لو طلع أقل من مقاس الصينية بنقدر ناخد برضو جزء تاني وبنفردها في الصينية ونظبطها. طلع زيادة بنشيل الزيادات بسكينة عادي خالص. لو وصلتي بقى معايا لحد الخطوة دي، ما تنسيش تعملي لايك لبسكوت التمر أو الكليجة السورية والعراقية. وما تنسيش كمان تعملي اشتراك للقناة لو لسه ما اشتركتيش. شايفة هنا طلع برضو هنا زيادة معايا، فبخدت الزيادة وحطيتها في المناطق اللي كانت مش متغطية بالتمر كويس. سهلة الصينية، تقدري تزودي فيها وتقللي فيها براحتك خالص، بس احنا بنفردها بس على البلاستيك، على الكيس البلاستيك، عشان احنا نغطي اكبر كمية من الصينية بسرعة في وقت واحد. بعد ما خلصنا بقى التمر مع بعض، نبدأ ناخد الطبقة الثالثة من الصينية اللي هي طبقة العجين التانية، الجزء التاني، ونبدأ برضو نفردها بنفس الطريقة ونحطها برضو فوقيها بالراحة خالص.
ظبطيها بقى على الصينية على مقاس الصينية كده، بحيث برضو ان هي تكون مغطية كل التمر، والزيادة برضو بنشيله عادي بسكينة. وفي الوقت ده بقى انتي بتحضري حاجة تدهني بيها الوجه بتاع الصينية، ممكن صفار بيض مع معلقة حليب، وممكن ما تدهنيش خالص غير شوية مية بس، رشة مية بسيطة، بحيث ان الحبوب اللي هنرشها على الوجه تمسك في العجين كويس وما تقعش منها. انا دلوقتي هنا دهنت بمعلقه قهوه اللي هو معلقه البن مع معلقه حليب، ادتني لون تحفه. جربيها برضو في الصينيه دي، هتديكي لون حلو قوي، ومش هتحتاجي حتى ان انت تحمري الوش بتاعها. برضو رشه سمسم بسيطه، رشه حبه البركه، لو عايزه تحطي ينسون برضو على الوش بتبقى حلوه قوي. قطعيها بقى زي ما انت شايفه كده مثلثات صغيره، تقدري تقطعيها مثلا مستطيلات، التقطيعه اللي تعجبك. بس التقطيعه دي برضو بتديها منظر حلو قوي، ودي اصلا مشهورة بيها في الشام والعراق، وكمان بيعملوها في العيد. يعني احنا نقدر نعملها في العيد، دي بتبقى حلوة قوي، بدل بقى البسكوت اللي احنا متعودين عليه وبالكحك والكلام ده. دي مغذية وحلوة، تبقى حلوة قوي قوي للفطار في يوم العيد. كل سنة وانتوا طيبين. تبقى برضو حلوة لو جايلك ضيوف، شكلها جميل وتشرفك ان شاء الله. وما فيش فيها بقى مكونات كتير، ولا بيض ولا فيها اي حاجة، يعني سهلة سريعة كده، مش تاخدش اي حاجة. هنحطها، هنسيبها بقى دلوقتي، مش محتاجة حتى ان هي تخمر ولا اي حاجة. هندخلها في الفرن على طول، الفرن يكون ساخن 180 درجة. هتاخد حوالي 20 دقيقة بالظبط. والكليجة ديت او البسكوت التمر لازم يتقطع قبل ما يدخل الفرن، يعني بتتقطع نية، ما ينفعش تدخليها الفرن وبعدين تخرجيها تقطعيها. ودلوقتي بعد ما خرجت من الفرن بنعملها معاملة المعجنات، يعني بنغطيها بفوطة حوالي 10 دقايق لحد ما تهدى شوية عشان ما تبقاش ناشفة. وتبدأي بقى تقدميها سخنة، تقدميها باردة، هي حلوة قوي مع كوباية شاي كده، فنجان قهوة. تنفع فطار، تنفع لضيوف، تنفع يوم العيد. كل سنة وانتوا طيبين ان شاء الله. لو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وألف هنا على قلبكم. ودمتم في أمان الله وحفظه إن شاء الله.